اهلا بكم يا بيدا في حلقه جديده من برنامج الهبيد. في سنه 2019 في برلمان نيوزيلندا، المكان اللي المفروض انه من اكتر الاماكن الرسميه في البلد وكل حاجه محسوبه فيه، مين بيتكلم امتى ومين بيقف امتى. عضوه في البرلمان بنت عندها 25 سنه كانت واقفه بتتكلم عن ازمه تغيير المناخ، وقام راجل شبه الشماكمك من عالم الرحمه الكونيه قايم وقايل لها انها ما تفهمش حاجه وتسيب الكلام ده للناس اللي اكبر منها. والبنت هنا وقفت لحظات وسكتت، ولكن الكاميرات كانت شغاله وكان في بث مباشر، يعني اي غلطه هتتحول لفضيحه الفضائيات. وهنا البنت بتتكلم وبتقول له اوكي بومر بالمصري كده، ربنا يديك الصحه يا حاج، وكملت كلامها ولا كأن في حاجه حصلت. والفيديو ده اتفرج عليه اكتر من مليون شخص في اليوم الاول بس، وبعدها باسابيع الفيديو ده في كل حته على فيسبوك وعلى انستجرام ويوتيوب وتويتر، لدرجه انه طبع التيشيرتات، وصحف زي نيويورك تايمز كتبت عنه مقاله كامله ووصف الموضوع ده انه ممكن يبقى نهايه حرب بين اجيال او بدايه حرب جديده. والسؤال هنا، ليه ملايين الشباب لما سمعوا الجمله دي حسوا انها طالعه من جواهم، كأن الجمله عملت كوبي بيست لمشاعر جيل بالكامل. وفي نفس الوقت الجيل الكبير كان شايف ان دي قله ادب وان ده جيل بايظ ومفيش رجا منه، وصفوا ان ده جيل اللي عنده تفكير ولا عنده صبر ولا عنده احترام، الجيل اللي ما بيقراش ويتربى على فيديوهات ال 15 ثانيه، جيل لما مديره في الشغل بيقول له ان الديزاين ده محتاج تعديل بيقول له انا محتاج بيئه عمل صحيه، وبيخلي المدير للاسف يقول له الصحيه دي تبقى مين. المهم ان ده ما كانش راي عابر ولكنه كان ترند عالمي، لدرجه ان شركات كبيره زي جوجل عملت برنامج تدريب للموظفين الكبار في السن بعنوان ازاي تتعامل مع جين زي في الشغل، وكانهم بيتكلموا عن كائنات مختلفه. وخليني اقول لك ان مصطلح جيل بايظ مش اختراع جديد. في سنه 1968 مجله تايم الامريكيه بتنزل مقال عن شباب الستينات ووصفوهم بانهم مدللين ومرفهين وعايشين كأن الدنيا دي مديونه ليهم. والغريب ان ده نفس الكلام اللي بتشوفه النهارده من عمك اللي بيلقح عليك لما بتعمل له كوبايه القهوه الساده بسكر زياده. طب فكك من الكلام ده وتعالى نرجع بالوقت اكتر. في مقوله مشهوره بتتنسب لسقراط من اكتر من 2400 سنه بيقول فيها ان الشباب بقى مرفه ومدلل وقليل ادب وما بيحترمش الكبار، الكلام اللي تقريبا بنسمعه على جين زي في اليومين دول. لو كملنا هبيت نفس الفيلم ده هنلاقي ان كل جيل بيقول عن الجيل اللي قبله ان جيل بايظ. الجيل اللي بيتسمى البومرز قالوا عن جين اكس ان هم جيل بايظ، وجين اكس لما كبروا قالوا على الميلينيالز ان هم كمان جيل بايظ، وطبعا الميلينيالز ما يسكتوش قالوا هم كمان على جين زي ان هو جيل بايظ. يعني من الاخر كل جيل شايف ان هو اخر جيل مظبوط على الكوكب، وده بيسيبنا قدام احتمالين، يا اما البشر في انحدار مستمر او في حاجه تانية بتحصل واحنا مش فاهمينها. وما اخبيش عليك يا هبيد، انا فعلا شايف ان جين زي مختلف عن اي جيل قبله، لانه ببساطه اول جيل يتولد وفي جيبه جهاز بيوصله بالعالم كله، جهاز اذكى من اي مدرس شاف واسرع من اي مكتبه دخلها ويعرف عنه معلومات امه نفسها ما تعرفهاش. والجيل الكبير على ايامهم كانوا بيتقارنوا بابن خالتهم وابن عمهم، ويوم ما يتمعظم يتقارن باوائل الدفعه، انما دلوقتي طفل عنده 8 أو 9 سنين بيتقارن بملايين الاطفال حواليه، واد ياباني بيلعب بيانو، واد امريكي الباي بتاعته قد وشه، وواد تاني في دبي راكب يخت وهو يا عين امه اكبر انجازاته انه صحي قبل العصر. والسؤال هنا، لو المخ البشري خد الاف السنين عشان يتاقلم انه يعيش وسط قريه فيها مثلا 150 شخص، ازاي انت تاخده وتحطه وسط 8 مليار شخص وتقول له يلا فحله عامل؟ وده بيحطنا قدام اول سؤال حقيقي في الحلقه، هل المشكله فعلا في جين زي ولا احنا غيرنا قواعد اللعبه وزعلنا ان اللاعبين اتغيروا؟ في سنه 2017 مهندس اسمه جاستن وسط مجموعه من المهندسين اخترعوا زرار اللايك، الزرار اللي انت هريده وسط طول اليوم. والمهم ان الراجل اللي اخترع زرار اللايك دفع فلوس كتيره جدا لواحد عشان يحط له رقابه ابويه او بارنتال كنترول على موبايله، عشان ببساطه يخلي الراجل التاني يتحكم في استخدامه للتطبيقات. يعني ببلدي كده تخيل واحد عمل شيشه واخترع جهاز تاني كهربه كل ما يشرب منها، ولما الراجل اتسال ليه عمل كده قال ببساطه ان هو مش قادر يتحكم في استخدامه للموبايل. وهنا السؤال، لما عم جاستن اللي اخترع اللايك مش عارف يمسك نفسه قدام الموبايل، ازاي يزعل من طفل عنده 14 سنه انه قاعد طول اليوم على الجهاز؟ وده ما كانش راي جاستن لوحده، دكتوره اسمها جلوريا مارك في جامعه كاليفورنيا قعدت اكتر من 15 سنه بتقيس قد ايه المخ البشري بيعرف يركز، وفي سنه 2004 لقت ان متوسط التركيز تقريبا كان 2 دقيقتين ونص، وفي اخر قياس ليها لقت ان المعدل نزل تقريبا ل 47 ثانيه. يعني انت اصلا يا هبيت غالبا ما وصلتليش هنا. المهم ان انت في دماغك دلوقتي ان جين زي عندهم مشكله في التركيز، ولكن المفاجاه ان الدراسه دي كانت معموله اصلا على موظفين بالغين، يعني المشكله طلعت في التركيز عند البشر كلهم. واقول لك كلمه يا هبيت لو فهمتها هتبص للموبايل بطريقه مختلفه تماما، وهي كلمه الفاريبل ريورد او المكافاه المتغيره. وهي فكره بسيطه جدا، زمان عالم نفسي كان بيجرب تجربه على حمام، بيخلي الحمام يدوس على زرار ومره يلاقي اكل ومره ما يلاقيش، والغريب ان الحمامه اللي مش ضامنه الاكل فضلت تدوس على الزرار اكتر، وده بيورينا ان المخ بيحب المفاجآت اكتر من حب المكافآت. وده بالظبط اللي بيحصل وانت فاتح الانستجرام، بتعمل ريفريش عشان اللايكات والكومنتات والصور الحلوه، وطبعا لو ما لقيتش بتفضل تعيد وتعيد وتعيد. والغريب ان مخترع الانفينيتي سكرول او السحب اللانهائي بعد سنين بيقول انه ندمان انه اخترع التقنيه دي، وانه ندمان
انه عمل اداه بتسرق وقت ملايين من الناس من غير رضاهم. يعني مخترع اللايك كان بيقفل على نفسه، ومخترع الانفينيتي سكرول كان ندمان. ازاي انت تبقى زعلان ان جيل صغير مش قادر انه يسيب الموبايل؟ وطبعا الناس من الجيل القديم دلوقتي بتقول ان احنا كان عندنا التلفزيون، وهما مش واخدين بالهم ان تقريبا التلفزيون ده كان بيعرض نفس الحاجه لكل الناس، انما الموبايل بيعرض نسخه مخصوصه ليك انت. عن طريق الالجوريزم بيقدر انه يشوف ايه الحاجات اللي انت بتقف عندها اكتر والحاجات اللي انت بتحبها، ويبتدي ان هو يعرضها لك بشكل مستمر. فبالتالي بدل ما تحكم على جيل كامل ان هو ضعيف، قول لو انا مكانه كنت هعمل ايه. وده بياخدنا لسؤال اهم. احنا طول الحلقه بنتكلم عن فكره التركيز، بس مين قال ان دي المشكله الاكبر؟ ما يمكن المشكله الحقيقيه ان الجيل ده دايما صاحي قلقان، جيل كامل دايما بيصحى وهو في دماغه موسيقى ابراهيم الابيض وتحسه انه داخل فيلم اكشن. المهم تعالى نروح لصوره لحد النهارده صعبه تتنسي، صوره لطالبه امريكيه سنه 2020 لابسه روب التخرج واقفه قدام الموبايل، لا مسرح ولا حد بيسقف ولا خاله بتقول مبروك يا بطه، حفله عباره عن هي والروب والموبايل. وعشان ما نقولش ان دي حالات فرديه، في مدارس كتير عملت حفلات التخرج عن طريق الدرايف ثرو، يعني بتستلم شهادتك وكانك بتستلم اوردر من كنتاكي. والاصعب من ده كله ان كورونا ضربت جين زي في اسوأ توقيت في حياتهم، وهم تقريبا عندهم 18 سنه، يعني لسه بيبداوا حياتهم، اول جامعه واول شغل واول حب، وفجاه بقت الحياه عندهم وكانها عامله بوز. وفي سنه 2012 باحثه كانت بتراجع بيانات الصحه النفسيه، ولقت ان القلق والاكتئاب ابتدى يزيد بوضوح، وخاصه عند البنات. طبعا اول متهم عندنا يبقى الموبايل، زي مثلا لما العربيه بتعطل بنبص للسواق مش الموتور، وبالرغم انه مش السبب الوحيد ولكنه لسه هو السبب الاكبر. تخيل طفل عنده 13 سنه بدل ما بتقارن بالناس اللي حواليه بتقارن بالعالم كله، ده طبعا بيحطه تحت ضغط كبير ومستمر. في ناس تانية قالت ان الجيل ده ممكن ما يبقاش قلقان اكتر، ولكنه اول جيل بقى عارف ازاي يعبر عن شعوره. يعني لاول مره بنسمع مصطلحات زي انكزايتي وستريس وبيرن اوت والكلام ده كله، ومن الاخر ممكن تبقى المشاعر هي ولكن القاموس هو اللي اختلف. وبالرغم من ده كله في حاجه مستحيل ننكرها، ان زمان لو انت حاسس بالفشل كنت بتقفل باب اوضتك والموضوع خلص، انما دلوقتي بتمسك الموبايل وتبدا تقارن نفسك بملايين الناس حواليك، وفوق ده كله اقتصاد صعب واخبار وحروب. يبقى السؤال هنا، هل فعلا ده جيل ضعيف ولا احنا حطيناه في اصعب نسخه من اللعب؟ في امريكا انتشر مصطلح اسمه الهليكوبتر بيرنتنج، معناه ان الاب او الام بيفضل فوق دماغ الواد 24 ساعه، لو الواد كح بنجري بيه على الدكتور، ولو اتاخر 5 دقايق بنفتح برنامج فاين ماي فون. وعشان افهمك الفكره، في مدرسه في امريكا طفل وقع وقت الفسحه، والمدرس بطبيعه الحال طبطب عليه وقال له قوم ما فيهاش حاجه، وبعد ساعه لقوا الاب واقف عند المدير بيساله ازاي ده اصلا يحصل من الاساس، فين الاشراف وفين المصاريف اللي بندفعها عشان ابني يبقى في امان تام. في دكتور اسمه جوناثان قال فكره عظيمه جدا، ان زمان كنا بنحمي الاطفال من الخطر، ولكن دلوقتي احنا بنحميهم من الاحراج والفشل ومن كلمه لا. وده طبعا خطر حتى لو هو بدافع الحب، لان الطفل مش هيتعلم يبقى شجاع غير لما يخاف، ومش هيتعلم ازاي يحل مشاكله غير لما يقع فيها. فاكر زمان لما كنت بتتخانق مع صاحبك وبعد ساعه تلاقيكم بتلعبوا كوره سوا؟ دلوقتي لو عيالين اتخانقوا هتلاقي 4 امهات عند مسؤول ألفة الاخصائيه الاجتماعيه، ومشاكل في جروب المدرسه وفي كل حته. والمشكله ان نيتهم حلوه، كل واحد بيحمي ابنه من الوجع اللي شافه، لكن لو شلت كل المطبات اول مطب حقيقي هيقابله هيحس انه جبل. ومن هنا نسال سؤال تاني، الجيل ده لما يخش مجال العمل ايه اللي هيحصل؟ في مدير اتش ار في امريكا حكى موقف غريب جدا، بيقول موظف جديد في تاني يوم ليه في الشغل قال ان طريقه الكلام في الميتنج مأثره على المنتال هيلث بتاعته، والمدير بص له بصه ابوك كده لما بتقول له انا محتاج اقعد مع نفسي شويه. ولكن المفاجاه ان الموظف ده بعد شهرين اقترح نظام وفر وقت على الفريق كله، يعني من الاخر ما كانش بيتدلع وكان شاف حاجه الجيل اللي قبله ما شافهاش. في سنه 2022 شاب مهندس اسمه زايد خان عايش في نيويورك عمل فيديو تيك توك مدته تقريبا اقل من 20 ثانيه، بيقول فيه انه ببساطه مش هيسيب شغلانته، بس هيبطل يعتبر شغله هو حياته، هيعمل بالظبط اللي مكتوب في وصف الوظيفه ولا زياده ولا اقل، وهيرفض فكره ان قيمه الانسان لازم تتقاس بمدى استعداده انه يضحي بوقته الشخصي من اجل الشركه. والفيديو ده سماه الاستقاله الصامته او الكوايت كويتنج، اتفرج عليه ملايين، وخلال اسابيع بقى مصطلح عالمي اتكتب عنه في كل جريده اقتصاديه كبيره، وفي مديرين تنفيذيين كتير هاجموه بشراسه وقالوا انه بيجمل كلمه الكسل. وفي ظاهره تانية اعمق حصلت في الصين اسمها تانج بينج، ومعناها الحرفي هو الاستلقاء على الارض. شباب صينيين في نظام اقتصادي معروف بشراسته الرهيبه في ساعات العمل بداوا يرفضوا بشكل جماعي فكره السباق، مش هدفهم بيت اكبر او عربيه احلى او ترقيه اعلى، هدفهم هو اقل ما يمكن من الاستهلاك ومن السباق واكتر ما يمكن من الراحه. والحكومه الصينيه نفسها قلقت من الظاهره دي لدرجه انها حاولت تراقب وتقلل المحتوى اللي بيتكلم عنها على النت. وعشان نفهم هل احنا قدام حاجه جديده ولا تاريخ البشريه بيتكرر لازم اوريك حاجه. في سنه 1976 كاتب امريكي اسمه توم كتب مقاله شهيره جدا في مجله نيويورك، وسمى فيها الجيل اللي بيكبر وقتها اللي هو الجيل اللي بعد الحرب العالميه الثانيه بزامي جينيريشن او جيل الانا، واتهمهم فيها ان هم مهووسين بنفسهم وبالتحقيق الذاتي، وان هم بعيدين كل البعد عن اي قضيه جماعيه كبيره. يعني من الاخر من قديم الازل كل جيل شايف انه اخر جيل صالح على الكوكب، والجيل اللي بعده هو جيل بايظ. ولكن الفرق ان الاجيال اللي فاتت كلها الاتهامات دي كانت بتاخد سنين عشان تنتشر، ومش بتنتشر بشكل لحظي او فوري. ولكن جين زي هو اول جيل بيتقال عليه الاتهام ده وهو شايفه بعينه لحظه بلحظه، وفي التعليقات وتحت كل فيديو الناس بتعمله، سواء من ناس بيعرفهم او ناس ما يعرفهمش. فمش بس الاتهام بيتكرر تاريخيا، ده بقى لاول مره بيوصل للشخص نفسه مباشره وبصوت عالي وهو لسه بيتكون. يعني الحكايه مش جديده، ولكن الطريقه اللي بتوصل بيها هي اللي جديده. وبعد كل اللي شفناه
شفناه الحقيقه مفيش جيل ملايكه او جيل شياطين، كل جيل بيتحول في الاخر لعمه اللي بيقول احنا ايامنا غير، وده معناه ان غالبا بعد كام سنه هنلاقي جين زي بيحكموا على الجيل اللي بعده ان هو برضه جيل بايظ. فالمشكله مش الجيل الجديد، المشكله ان كل واحد فاكر ان النسخه الصح من العالم هو النسخه اللي كبر فيها. فبالتالي السؤال الحقيقي مش مين احسن جيل، السؤال هو هل اللعبه اتغيرت ولا احنا غيرنا قواعد اللعبه وزعلنا لما اللعيبه لعبوا بيها. بس كده يا هبيد، اكتب رايك في الكومنتات وقول لي عايز الحلقه الجايه تبقى عن ايه، واعمل لايك وفولو شير سبسكرايب، واستنى حلقه جديده مع برنامج الهبيد.